صباح الفل يا باشا. عامل ايه الاخبار؟ نعم. ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا، تحت امر سيادتك، اتفضل. ابى انا كنت عايز استفسر على شويه حاجات كده والله. تحت امر سيادتك يا فندم، ممكن في البدايه الشرف بالاسم؟ ها؟ تحت امر سيادتك، ممكن في البدايه الشرف بالاسم؟ ولا نعم. ولا استاذ ولاء؟ اه اهلا وسهلا استاذ ولاء. استاذ ولاء، استفسار سيادتك خاص بالرقم اللي حضرتك تتكلم منه؟ لسه جابه جديد وفرحان بقى ومبسوط والعمليه هاي خالص. الف مبروك على الخط يا فندم. الله يبارك فيك يا باشا. انا والله جايب الخط ده مخصوص عشان بحبكم وبعزكم، بعز اتصالات داي. تحت امر سيادتك يا فندم. بقول لك يا باشا، اتفضل. دلوقتي انا جبت خط جديد. ها؟ الف مبروك على الخط مره ثانيه. تمام. وجبت عده جديده. تمام. قلت ليش مبروك على عدي. ها؟ الف مبروك يا استاذ ولاء. الله يبارك فيك، بس مش العده اللي بكلمك منها عشان عارف انكم عارفينها. انا جبت عده جديده ان 73 ميوزك اديشن. تمام. تمام. ها؟ تمام يا فندم. عايز اركب فيها الخط دي. تمام. ها؟ وعايز اتكلم فيديو. تمام. مفيش اي مشكله يا فندم، مفيش اي مانع. ده بالنسبه لمكالمه الفيديو يا استاذ ولاء، هي ب 5 قرش حضرتك. ها؟ اعمل ايه ده؟ طب انا دلوقتي جبت الخط اتصالات اتكلم منه فيديو. وانا بوضح لسيادتك يا فندم، هو بالنسبه لمكالمه طب العده اللي انا جبتها تنفع؟ طبعا يا فندم، هي عفوا التليفون اللي مع حضرتك ده هو جيل ثالث. ما انا عارف انكم عارفين كل حاجه دي، مش ان 73. حضرتك تقصدها هي فندم، هي 73. هي جيل ثالث بالفعل يا فندم. تمام كده، وتقدر حضرتك من خلالها تجري مكالمه مرئيه عادي جدا. وطبعا ده ايضا حضرتك تكون تحت يعني تحت شعار الشبكه عندك سيادتك مكتوب كلمه. جيب ليش فيديو ده، وانا جايب العده مخصوص عشان اتكلم فيديو. انا عايز اول ما ادوس يطلب لي فيديو. حضرتك تحط الشريحه في التليفون يا فندم، هتيجي لسيادتك الكلمه دي. يجي لي ايه مكالمه فيديو؟ مكالمه فيديو بالظبط كده يا استاذ. طب دلوقتي انا مثلا لو دوست عليها هيجي لي على طول؟ ان شاء الله يا فندم. طب وهشوفه؟ ان شاء الله. هيشوفني؟ ان شاء الله يا فندم. هنشوفه بعض. انا وضحت لحضرتك يا فندم انه ينفع. طب دلوقتي في جنيه فيه، لو سافرت جنيه يعني انا مش هفضل طول عمري في مصر عشان اتكلم فيديو، لازم اسافر بلدني. تمام. جنيه فيه. وضح لسيادتك حالا. جنيه فيه. الو. يا فندم، هوضح لحضرتك حالا اذا كان جنيه فيه. فيها ولا حتى ريح بقى قدرك انا معدي جنبينا الخاص. الكروت يا مان يا شيخ. كروت يا فندم؟ الكروت. مالها كروت؟ الكروت الشاحن. مالها يا فندم؟ كام الاسعار عشان انا بسويها بسعر وانتوا بتقولوا عليها بسعر تاني. هو حضرتك يا فندم دلوقتي سعر الكارت مثلا على سبيل المثال كارت ب 10 بيتباع ب 10 جنيه وبيدي لحضرتك رصيد 10 جنيه. ها؟ بيتباع الكارت ب 10 جنيه وبيدي لحضرتك يا فندم رصيد 10 جنيه. لا ما مش كده. امال ايه يا فندم اللي كده عند حضرتك؟ دقيقة. انا النهارده مشتري واحد بس. ايوه. هو ب 10 يعني. تمام. بس باعه لي ب 13. لا هو ده فعلا طبعا مش ذنبنا احنا، الذنب اللي حضرتك اشتريت منه ده يرجع لحضرتك يا فندم. بروح انت كنت اشتريت منه. اديله كتلة نظيفة؟ نعم يا فندم. اديله كتلة نظيفة؟ اديله يا فندم؟ كتلة نظيفة. ايه ده يا فندم؟ يعني مثلا اتخانق معاه؟ لا ما تخليش معايا يا فندم ولا حاجه، بس ما تشتريش منه على الاقل يعني. اصل ممكن 5 في 6 كتلة نظيفة خلص مفيش مشاكل واخد الكارت ببلاش.